لابد منها احتراما كمان للساده النواب اللي موجودين. زي ما حضرتك تفضلت انه احنا عندنا مجلس بيحتوي على يعني كفاءات كثيره، من حقها انها تسمع كلام متقدم بصوره مرئيه ومسموعه ويعني وعلميه. النقطه الثانيه بالنسبه طبعا للتواصل، احب انوه انه الساده النواب الزملاء كل في دائرتي حسب بحركه تواصل مع اهل الدائره، ودي نقطه مهمه وظهرت حتى في المرحله اللي فاتت، رغم ان احنا كنا في وقت بنعتمد فيه اللائحه ومشروعات القوانين وبيان الحكومه، ولكن النواب حريصين على نقل المشاكل وحتى التواصل معانا. انا مؤمنه جدا ان احنا يعني محظوظين ان احنا في شعب مبدع ومتميز فيه جينات الذكاء الفرعوني، فاتخيل انه الافكار دي مش لازم نسيبها. الفتره الجايه بعد اقرار اللائحه، خلاص اللائحه وصلت مجلس النواب وتم اعتمادها من الرئيس السيسي، فبالتالي انه هيحصل انتخابات للجان المختصه المعنيه، فكل لجنه هيبقى معروف مين المسؤول عنها ويتم التواصل معاه لاي مشروع لاي فكره، لانه ده دورنا، لانه نواب الشعب مجرد تمثيل للشعب بس تحت القبه. دكتوره مريان